البارح شفنا القنصل الجزائري في وسط تيران في المباراة ديال اسفي وديك الفرقة ديال ايتوبيا. لكن السؤال، واش خاص وزارة الخارجية المغربية تستدعي القنصل الجزائري في حادثة ملعب اسفي؟ السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. دخول القنصل الجزائري لأرضية ملعب أسفي وسط المقابلة بين أولمبيك أسفي واتحاد العاصمة ماشي تصرف عادي، بل خرق واضح للقوانين وتجاوز لجميع الأعراف الدبلوماسية. القنصل ما عندوش الحق يتدخل في تنظيم مقابلة رياضية ولا يتجاوز السلطات المختصة، وهذا الشيء كيتعارض حتى مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية اللي تتحدد بدقة شنو يقدر يدير وشنو ماشي من صلاحياته. اللي وقع كيبان فيه تجاوز للصلاحيات، حيث القنصل دخل المجال منظم من طرف الجهات الرسمية ديال المباراة، وعلى رأسها فريق أولمبيك أسفي والسلطات المحلية، وهذا التصرف ما يمكنش يدوز هكاك بلا محاسبة. فبالتالي خاص هاد الواقعة بليتو توثق مزيان، ووزارة الخارجية خاصها تحرك وتستدعي القنصل الجزائري وتوجه ليه تنبيه أو حتى توبيخ رسمي، حيث اللي دار كيدخل في إطار تدخل مباشر في شأن داخلي وتنظيمي ديال المغرب، وما يمكنش دولة تقبل على راسها هذا الشيء، خصوصا دولة ذات سيادة وقوانين واضحة. إلا هما عندهم السيبة في بلادهم، احنا ما عندناش السيبة في بلادنا. تحياتي.